صباح الخير عليكم، كي دايرين؟ شخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده ان شاء الله. نهار جديد وفيديو جديد. المهم هذا النهار كيصادف يوم الجمعه، كنقول لكم جمعه مباركه ان شاء الله. الله يدخلها عليكم بالصحيحه وبالسلامه وداك الشيء اللي كتمناو نتوما وعائلاتكم ووليداتكم واللي عزيز عليكم. المهم من بعد هذه المقدمه، الفيديو ديال هذا النهار غادي يكون كيف ما هو. بحال العاده نوضت في الصباح الحمد لله ودرت الواجبات ديالي ديال الدار والدينيه والحمد لله وجدت الغدا ديالي يا اختي وجدت الغدا ديالي. دابا راه عندي 8 نيشان. انا ندير لكم فراسكم، انا دائما راه الكوكوت كتصفر قبل 8. المهم كنوجد الغدا ديالي دائما واجد النهار اللي كنكون خدامه في الصباح. اذا الحمد لله درت كلشي، دابا غادي نمشي نتاكل على الله للخدمه ديالي. الجو صباح عندنا شنو نقول لكم، صباح هاد الصباح الدنيا بارده، صباح الدنيا. المهم راه قبيله من يخرج انا كنسخن في الطوموبيل، فهمتوا يعني القضيه ما بيتاش الطوموبيل في الكراج. صبحت لي شويه بارده، ولكن راني انا في الليل كنغطيها ملي ما كنبيتاش في الكراج كنغطيها، المهم باش ما تبقاش داك الثلج مجمد عليا في الاول. قولي دابا اش اختي دخلك لهذا الشيء كامل؟ ايوا ها انتم اختي، انت اختي العزيزه، ها انت، ها هي هذه اختك نزهه، هذه في الصباح ملي نوضت في الصباح، ها انت وجهي، ها انت ما فيه حتى حاجه، ها اختي هو كي جيتك، هذه هي انا. ما كندير لا تغيير لا تجديد، وما غادي ندير حتى شي حاجه باش نخليك حبيبه ديالي انت على خاطرك. الا قبلتي عليا مرحبا بك، الا بغيتي الطبيعه وبغيتي المعقول مرحبا، وبغيتي اختي الزواق والنفاق راه كاينين مواليه. المهم هاد القناه هذه كتضم الناس اللي بعقلها، كتجيب الناس اللي مركزه واللي ثقيله. وكنتمنى ماشي زعما يكونوا غير العائلات اللي كبارين في السن ولا اللي قدي، ولا انا بالعكس تمنيت انا يدخلوا عندي جميع الشرائح ديال العيالات يكونوا معايا في هذه القناه، لحقاش بصح غادي تكون قناه الافاده والاستفاده، ومن طبيعه الحال راه بناء على التجارب وبناء. الحمد لله كنديو تجارب من عند الوالدين ديالنا. انا ديت تجربه من عند الام ديالي اللي كنفتخر بها، لحقاش كانت وما زال امراه مكافحه وامراه كي كنقولوا التاويل والشغل وزيد راكم كتعرفوا التزيات كي دايرين. هذه من ناحيه، والحمد لله كبرنا عاوتاني في واحد العائله اللي هي محافظه ومحترمه. الوالد ديالي الله يرحمه ربنا على الصفا، وربنا على الايمان، وربنا على المسؤوليه، وربنا اننا نعتمد على انفسنا، وقررنا الله يرحم الوالدين. والحمد لله والشكر لله. الله يرحمه في هذا نهار الجمعه ويوسع عليه يا رب العالمين. وجاوني الدموع والله العظيم. الحمد لله هو راه فرحان. علاش؟ لحقاش داك الشيء اللي كان اي اب كيتمنى في وليداتو لقاه. الحمد لله لا انا ولا خوتي كلشي بالمناصب زوينه ولاباس علينا وعايشين الحمد لله. الله يبعد علينا غير بنادم، هادشي اللي نبغي، والله يبعد علينا بنادم. واكيد راه ما كانش شي اسره اللي ما عندهاش الحاسدين والحاقدين على والو، سبحان الله العظيم. ما كان ادي وحد ما والو، الا الحاجه العلاقه ديالنا مع بنادم هي اللي درنا فيها الخير، ولا زعما ما باش نادي ولا نحفروا ولا داينها في سوق راسنا وماشي النيشان. الحمد لله والشكر لله يا رب العالمين. ما يكونوا وليداتكم واللي عزيز عليكم انكم، وما يكون حتى انا وليداتي ان شاء الله يا ربي يتربوا على الصفا وعلى النقاء وعلى التاويل وعلى العمل والمسؤوليه، ومن طبيعه الحال قبل كل شيء على الدين. هذا هو المهم. المهم في هذا الفيديو غادي يكون متنوع، غادي نعطيكم المهم الجواب ديالي على بزاف ديال البنات اللي قالوا لي اختي كيجينا الجوع في الصيام المتقطع. فانا نعطيكم واحد الحل، وواحد كي كنقولوا حنا واحد الحيله اللي غادي ديريها اختي ولا خويا، راه ما يجيكش الجوع. انا دابا ما كنديرهاش الصراحه، نجيب لك من الاخر، انا ما كنديرهاش لحقاش فعلا المعده ديالي ضعفت، ما بقاتش كي كانت. وزيد عليها انني قبل كنت يعني كندير ريجيمات وهذه، فبحال اللي نقولوا حنا عوات المعده. ولكن بالنسبه للناس اللي كتجيهم هذه القضيه ديال الجوع، فانا غادي نشارك معكم واحد الحيله، ولا جاكم الجوع ها وجهي. والمهم راني حاسبه لكم النهار عطيتكم المشروب، انا عارفه وحاسبه. ايوا خوتي من السيمانه الاولى على رقبتكم اللي تقولوا لي في التعاليق واش كاين التغيير ولا ما كاينش تغيير. المهم هذه مقدمه، خليوني اخوتي نمشي نتكل على الله. 8 هذه راه دابا 8 و10. نمشي نتكل على الله ونخدم الخدمه ديالي، واي وقيته لقيتها هي في مكان انا غنكمل معكم الفيديو. الا ما كتبغيوش اخوتي داك الشيء ديال التعقيدات، انا راه معايا داك الشيء ساهل ماهل بلا. شوفوا نكونوا شويه طبيعيين في الحياه ديالنا،
صافي الحياه ديالنا طبيعيه. ها انتم خوتي انا راه البرد لابسه عليا هاد الجاكيطه ثقيله لحقاش البرد. المهم ومن تحت لابسه عاوتاني داك الصبابط اللي غلا ديال مصوفين، المهم بحال اللي داخله الله يستر القطب المتجمد. المهم يلا خليتكم على خير، انا غادي نتوكل، ماشي خليتكم على خير، بقاو معايا زعما راكم معايا، انا ماشي دابا. نسيت ما قلت لكم واحد القضيه. هذا النهار ديال الجمعه كثروا من الصلاه على النبي، الصلاه على الرسول، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، واستغفروا الله بزاف، صلوا على النبي واستغفروا الله بزاف. المهم هذه راني عارفه لا اغلبيه كيديرها، ولكن للتذكير فقط، داكشي اللي كنديرو انا كنديرو معكم قبل ما نخرج من الدوره ديالي. طلقت شويه ديال العود في الدار، المهم كندير الاجواء. انا كنقول لكم راه ماشي زعما عايشين، المهم الخدمه والفاتن كاين راه ما يخطاش، ولكن خصنا ندخلوا الطاقه الايجابيه. درت الحمد لله والشكر لله العود في الدار، طلقت العود، درت الاجواء بحال الصراجم شغلي كامل دايره ودابا ان شاء الله المهم كندير من الاجواء ديالي كما هي. دابا ان شاء الله غادي ننطلق وغادي ندير لكم يا خوتي شويه ديال الامداح، ما شهيتكم به الامداح زوينين بزاف، وبالاخص ملي كندير انا والله العظيم انا راه مواليه كندير هذاك الزهد نتاع الزهد الصوفي، هذاك الزهد الصوفي والله العظيم بغيتكم تسمعوه. وبالضبط هذيك الزاويه اللي كاينه في بركان ملي كنسمعو كنرتاح بزاف، وراه كتريح. ف الا بغيتو نشاركو معكم دخلوا عندي الواتساب، ما يمكنليش نحط لكم هذاك الشيء في اليوتيوب. هاد حقوق الطبع والنشر حاقرين الصراحه، ما عرفت فوقاش يبدلوا لنا هاد الخاصيه، وما عرفتي تسمعوه ترتاحوا. انا كنمشي عاطيه دايره الجو راسي بهاد الامداح الحمد لله والشكر لله، فيها غير ذكر الله سبحانه وتعالى والذكر ديال الرسول، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ايوا بقاو معايا اختي. شوفي على شميشه خرجت، والله العظيم الا الشميشه ولكن بارده 3 ديال الدرجات واخا الشميشه. المهم حنا هنايا البنه ما كدور بحال العاده. المهم شويه ديال الناس لحقا زعما كاين السوق هاد النهار شويه وصافي، ما كنبغيش نصور الناس. عرفتي دابا البنات والولاد، شوفوا دابا انا كنهضر كنشوف داكشي ديال الحلوى وداكشي راه كنتشهى سبحان الله العظيم، ولكن كنت كناكل ما نتشهاش. دابا ملي ما كناكلش الحلاوه كنتشهى، ولكن دابا عرفتي داكشي ديال الحرام شحال كيشهي. انا نوريكم بحالاش دوك اللي فيهم الجيلاتين، اللي فيهم الجيلاتين بحال هكا. شي دابا هادشي دخلنا عليكم بالله شنو الذي يتشهى فيه الالوان ولكن دابا كيبان لك كلشي زوين. تخيلوا اختكم زاقه كتشهى بحال هاد الالوان، بحال هادو كنتشهى بحال هادوك راهم الصراحه هادو زوينين حامضين حلوين حامضين. ودابا انا هادو كنتشهى لا اسبيتا غراسي كنتشهى هادو هانو هادشي ما كنتشهاش. انا غادي نشوف دابا اختي. المهم مشيت عند ديك مولات الحلوه، وريتكم هذيك الحلوه جات عندي قالت لي شنو بغيتي ياك، قلت لها عاين. بقيت كنشوف شنو غادي نشري، تما كلشي فيه الجيلاتين حيواني. بعض المرات كتجيب جيلاتين هذاك النباتي بعض المرات، ولكن ما كيكونوش هكا محطوطين، كيكونوا في القويبسات ديالهم في الميكات ديالهم. شفت عندها قلت لها بغيت هادو ولكن يكون فيهم شنو، قالت لي نو ما كاينش هذا النهار، قالت لي كاين كله ما زعما كاملين جيلاتين الحيواني. قلت لها اللي درتي فيه الخير، انا غير فهمتي هي ملي كنت كنسول قالت لي شنو بغيتي. ايوا ماشي مشكل، مشيت درت لو جيست وشريت المسكه اختي وشريت فيها ديال بريوش المهم درنا لو جيست وصافي، مناقص علينا ما عندنا غرض. دابا جيت نكمل معكم، عاد تقبلوا على هذا الفيديو لحقاش اخوتي هذا النهار الفيديو نهار الجمعه، هذا النهار كنقيم نهار كامل خدامه، يعني صباحا ومساء كنرجع للدار كنتغدى بالزربه وكنولي نخرج، يعني ما عنديش الوقت ولا فين نجلاس ولا فين ولا هذه. المهم حتى القهوه اللي كنمشي نشرب قهوه هذا النهار ما مشيتش لحقاش ما كانش عندي الوقت. اذا قلت لقينا المهم والاهم اولا وقبل كل شيء اختي، حنا غير بشر كنتشهاو الحلوه فهمتوا كنشهاو الحلوه. عرفتي شنو كندير؟ بحال دابا كنمشي بعض المرات عندها كناخذ واحد الحلوه اللي دايره بحال سكينجبير، شي سكينجبير وكيعسلوه، هذاك كناخذو عليها. فهمتوا السكينجبير راه عرفتي عندي في الدار، عندي طويصه في الدار حاطاها مره كندير السبه بحال زعما كندير السبه زعما حلقي
دابا راه الحلق فيا وداك الشيء وكناكل شي حبيبه. المهم والله العظيم ملي كنحس براسي بحال مثلا هكا شي حاجه عندي هنا ولا كندير داك الحبيب في فمي ولا سكينجبير معسل ما عندنا غرض. قولي زيد اختي. بالنسبه للبنات والاخوان كذلك اللي كيبغيو يديروا الصيام متقطع وكيجيهم الجوع، غادي نعطيكم واحد الحيله باش ما يبقاش يجيكم الجوع. دابا هادو هادشي بالنسبه للناس اللي عاد بداو الصيام المتقطع. لحقاش الا كنتي بديتي مثلا هاد الصيام المتقطع ولا سبق لك درتي الريجيم ولا وتكون عندك غير العزيمه والله ما يجيك الجوع. جاك الجوع نضي تنوضوا في الصباح تشربوا كويس ديال الماء دافي معاه نعاود لكم معاه نص ليمونه حامضه. واحد الاخت قالت لي راه الليمون حامض كيضر راه راجلي في المعده. اختي واقيلا الراجل كان كيدير بزاف ديال الحامض باش كتعصري نصيص الحامض مع الماء دافي. ومهم كيكون كاس كبير ماشي كويس غير صغيور الحمد لله والشكر لله في هاد الساعه. وراه شحال من عام وانا كنشربو، لا انا ولا الزوج ديالي حتى انا ولا خواتاتي ولا كلشي. وزيد عليها واحد الحاجه اخرى، داك المشروب اللي قلت لكم ديال الاعشاب عاوتاني قالت لي واحد الاخت راه الدكتور الفايد قال لك الاعشاب هذوك انت اش من اعشاب، ورق سيدنا موسى والسكينجبير والقرفه والكمون قاك شربوه مور الماكله. لا اختي هذا الطبيب اللي قالنا شربوه قبل الماكله. كنهضركم على الطبيب ما كنهضرلكمش انا، هذه مع الطبيب اللي قالها قال لك اودي شربوه قبل الماكله الا بغيتو تنحفوا الجهه ديال البطن والخصر. والصراحه الله يعطيه صحيحته يعني افيكاس. وانتم تجبروا انتم اللي درتو هادشي لوقتكم غتجبروا النتيجه. اختي المهم نهضر معكم بلا نهضر الشمس جات من هنا. بالنسبه هو من بعد ما تشربوا داك الكويس نتاع داك المشروب هذا راه الفراجه غادي تمشيو ديروا القهوه ديالكم. هذيك هي الفراجه عند خوتكم نزا. هذيك القهوه خواتاتي اللي كتشربوها الناس اللي كتجيكم بالجوع غادي يكون عندكم زيت الكوكو. زيت الكوكو يعني ديال الماكله. غادي تاخذوا معلقه صغيره وغادي ديروها في سميتو في ديك القهوه وغادي تشربوا دقه بطله معلقه صغيره زيت كوكو في الكاس ديال القهوه ديال الصباح. راه ما يجيكمش الجوع نهائيا والله العظيم الا على الضمان ديالي ما كيجيكم الجوع. هذا انا كنقول لكم شي حاجه اللي افيكاس ومزيانه يعني جربوها وردوا عليا. من الاحسن زيت الكوكو مع سميتو مع القهوه. وواحد الحاجه اخرى اللي غادي نشاركها معكم ولكن ماشي زعما بالنسبه للناس اللي كيجيها الجوع مثلا بين الوجبات، حيت الماكله بين الوجبات هي كتساعد على الغلظ. فالناس اللي كتعجبها المسكه بحالي انا، ولكن دابا انا كاينه واحد المسكه اللي كتحيد لكم الجوع. وواحد المسكه انا هي عندي واخداها هذه زعما انا جربتها حتى هي كتحيد الجوع اللي هي هذه. ها انتم خواتي العزاز نتمنى تكون المهم هذه لا مارك هذه، ولكن نتوما تاخذوا اي ماركه عندكم ماشي ضروري تاخذوها. ها انتم فهمتوا هذه ريغولا فامي يعني المسكه اللي كتريقل لكم الجوع اللي والله العظيم قسما لكم يمينا هذه المسكه هذه وكليتوها ما كيجيكم الجوع. هذه انا جربتها، هذه ماشي شاريها لي باش نقول لكم انا ما كيجينيش الجوع. هذه البنت ديالي كتاخذها باش ما تاكلش بين الوجبات، يعني كتحاول ما امكن انها تنظم ماكلتها ملي في الصباح ما كتفطرش ما عندهاش مع الفطور، بين الغداء والعشاء كتحاول ما تاكل حتى شي حاجه كدير المسكه فمها. هذه قالت لك ما كيجيهاش الجوع اخوتي، هي مجرباها وحتى انا واحد النهار جربتها. تخيل وقفت الوحده ونص كنا خارجين انا ويا الوحده ونص النهار والجوع ما فياش نهائيا. ولكن انا قلت لكم راه الجوع ما كيجينيش. جربوها الناس اللي ما ولكن الحاجه الوحيده اللي افيكاس حتى هي وهذه ماشي زعما جبتها من عندي حتى هي قالها الطبيب هي ديال القهوه. سمعوا القهوه فيها معلقه صغيره ديال الكوكو. وانا كنت كنجرب هاد القهوه وكتساعدك حتى على انقاص الوزن، ولكن اون فوا قال لي الطبيب بان الزيت ديال الكوكو كتطلع الكوليسترول حبست. هكا قالها لي الطبيب. قال لي لا ما كنت كنقول له شنو كندير في النظام. قال لي لا حبسي زيت الكوكو ما تاخديهاش. غير هو بغيت نقول لكم انا بالنسبه للكوليسترول ديالي راه ماشي الكوليسترول ديال الاكل. الكوليسترول عندي كيفابريكيه الجسم كينتجو الجسم، ولكن تفاديا وخوفا على الصحه ديالي كنحاول ما امكن ايفيتي حتى في الماكله. حتى الماكله كنحاول الحاجه اللي كنعرفها كترفع الكوليسترول ما كنديرهاش. اوكي هذا هو اللي كان اخوتي العزاز انا اللي كنديرو. كنقول لكم بالنسبه ونعاود لكم الناس اللي كيجيكم الجوع ديروا القهوه مع هذاك المعلقه ديال الزيت وردوا عليا الخبار. ردوا عليا الخبار. ايوا وقيلا صافي هذا هو اللي اختي الفيديو ديال هذا النهار. خويا عندك تنسى راه ماشي غير الاخت ولا السيده اللي معنيه انها تنقص الوزن ولا هاد النصائح، راه حتى نتوما الرجال خاصكم تنقصوا الوزن. راه بنادم كيكون غليظ، البنات الاولاد بنادم كيكون غليظ وحق الله الا كيبان شارف. نجيكم صراحه
نقول لكم واحد القضيه، واحد التجربه ديالي، وبناء على واحد الكومونتير كتبته لي واحد الاخت متتبعه عندي في القناه. قالت لي اختي انا راه طيحت ما عرفتش شحال، قالت لي 18 كيلو ولا، ووجهي ضعف بزاف، ورجعوا كيشوفوني كيقولوا لي مالكي ضعفيتي خيابيتي، واش مريضه ولا. وكنبغي نقول لكم بصح هذا الشيء حتى انا عانيت منه. انا درت الريجيم وطيحت 30 كيلو، ومن بعد ما طيحت 30 كيلو خوتي العزاز وجهي ضعاف بزاف، الجسم ديالي كله ضعاف. وكنت مشيت للمغرب، ملي مشيت للمغرب كلشي كيقول لي لاباس، واش مريضه، شنو عندك؟ جاب من الله راني عندي في يدي فيها شي مرض اللي خلاني ندير هكاك. لحقاش بصح هذاك الضعف كان الريجيم كيدير الضعف ديالو خايب. ولكن نقول لكم واحد الصحه هي كلشي، وما كيهمكمش الانسان يمرضك وانت واقف. اللهم دير داكشي اللي كتشوفو صالح لك. كنتي غليظ فانا بعدا كنصحك لله، ماشي على لاطاي على الصحه ديالك. راه جميع الامراض كتجينا من هذا الارتفاع ديال الوزن او الوزن الزائد. ما تسوقوش للبشر، ما تغلطوش، سيروا بما يرضي الله. ديروا نقصوا من الوزن ديالكم، لعبوا الرياضه، كلوا الماكله الصحيه، وما تديوهاش بنادم ها العرش فوق قدامكم، ما تشوفوش جنابكم. وهذا الموضوع ديال بنادم غادي ندير معكم واحد جلسه شي نهار بشي كويس شي كويس ديال القهوه ولا ديال الاتاي، وغالبا القهوه ونهضروا فيه، لحقاش راه مشاكل كتجي من البشر. خوتي العزاز خليتكم على خير، نمشي نكمل خدمتي. الكليان كيجيو وكيقلبوا عليا انا، فهمتوا؟ لحقاش انا مرا وكنعرف داكشي ديال العيالات وهذه، فكيقلبوا عليا انا. الصباح كنت عواله نهضر معكم والله ما قدرت، لحقاش كاينين، ودابا ها انتم واقفين وكيتسناوني. يعني انا غادي نمشي، ما نتعطلش على الخدمه ديالي. خليتكم على خير وتهلاو لي فراسكم، ونتلاقاو ان شاء الله. ما تنساوش اي حاجه بغيتوها كتبوها لي في التعاليق. يلا باي باي.